بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتكم، قناة كريبتو فرانكو. طبعا ان شاء الله عندنا ادراج عملة زو بكرة ان شاء الله على منصات جيت اي او وبنج اكس، سوري، جيت اي او وميكس، ومعانا بيت جيت، ومعانا كيو كوين. طيب، بالنسبة للناس اللي هي لسه مش عارفة ازاي تقدر تبيع العملات بتاعتها بعد الادراج، احنا ان شاء الله الادراج بتاع العملة هيبقى الساعة 2 بتوقيت مصر، الساعة 12 بتوقيت جي ام تي، والساعة 4 بتوقيت دبي. طيب، زي ما انتم شايفين انا معايا يعني ايه، بعض العملات البسيطة كده على منصة بتجيت اهي. احنا لو حبينا ان احنا، طبعا انت بعد ما بتسحب العملات هي هتلاقيها اوتوماتيك جت عندك في، بالنسبه للبيت جيت هتلاقيها جت عندك على الحساب الفوري او السبوت. طيب، ازاي تقدر تبيع؟ ان شاء الله الساعه 2 انت هتروح جاي فاتح القايمه من فوري، هتختار تداول، وبعدين تختار فوري، وتفتح القايمه هنا تكتب زو اهي، هتلاقي في زو يو اس دي، هتروح جاي مختارها، هتروح جاي فاتح معاك ايه الصفحة دي، هتختار منها بيع، وهتسيبها بسعر السوق، وهتشد السهم ده كده لغاية ما يبقى 100%، يعني هيجيب عدد العملات بتاعتك كلها. وحاول ان شاء الله ان انت تكون مع بداية انطلاق العملة بعت، دوست بيع للعملات بتاعتك، لان العملة انا اتوقع ان هي هتنزل نزول يعني تاريخي. فطبعا الطول سبلاي كبير جدا، فحاول ان انت تبيع عملاتك في بداية الادراج. ده بالنسبة لبيت جيت. نفس الكلام احنا هنعمله برضو بالنسبة لجيت اي او. ده حساب جيت اي او بتاعنا، لو برضو رحنا عند الاصول هنلاقي في عندنا هنا ايه عملة زو. تمام. هتبدأ تبيعها برضو عن طريق ان انت هتخش على تداول، وهتخش تختار تدوس على السهم ده، طبعا برضو فوري، هو اوتوماتيك هتلاقيه موجود برضو على الفوري. فانت هتروح جاي داخل هنا مختار منها عملة زو. تمام، كاتب كده زو اهي، هتلاقيها ظهرت قدامك، تختارها. تمام، وتشد السهم ده لغاية الآخر برضو 100%، بس الأول تختار بيع، وتتأكد إن أنت مختار من هنا السوق الذكية مش بيع حدي، السوق الذكية. تمام، هتروح جاي مختار السوق الذكية، وبعدين شادد السهم ده لغاية ما يبقى 100%، يبقى كده أنا جمعت كل العملات اللي معايا. طبعا العملات او الاسعار اللي مكتوبه قدامكم هنا دي، يعني هي مش اسعار الادراج ولا حاجه، ما تقلقوش، الارقام دي ضعيفه. يعني ان شاء الله، يعني انا متوقع ان هيكون سعر البيع ما بين 3 اصفار 2 و3 اصفار 1، ممكن اعلى شويه. انا شخصيا يعني هحط امر بيع حدي على 3 اصفار 2. وممكن يبقى اكتر من كده، يعني احنا برضو حاسبين، انا حسبتي على توتال سبلاي 50 مليون، يعني رقم ضعيف، بس برضو يعني نتيجة ان العدد بتاع العملات كبير، ف يعني مش هيبقى رقم كويس قوي، يعني 3 اصفار برضو مش رقم حلو، وبرضو السوق واقع خالص يعني الفترة دي، فما تستنوش منهم، هو هيبقى في ضخ سيولة بسيط اللي هو اللي هيبقى داخل بيه العملة، وهيتسحب في أول الإدراج وخلاص. عشان كده أنا بنصح الجميع، ما يعني زي ما انتم شايفين مثلا عملة فاركس أنا معايا منها لسه 1000 عملة، وما فيش، ما مش مكملين $0.5. فيعني طبعا نصيحة، بيع في أول الإدراج. عملة زو عملة مش قوية، وهتبقى سعرها هيقع بسرعة جدا. طيب، آخر منصة معانا طبعا هي منصة كيو كوين اهي، منصة كيو كوين اهي زي ما انتم شايفين. انت برضو لو دخلت على الاسيتس عندك هتلاقي في عندك في حساب الفاندنج اهو، اول حاجة الفاندنج، هتلاقي في عندك العدد بتاع العملات اللي معانا اللي هم ال 514 دول.
طبعا انا يعني ما كان معايا حسابات صغيره كده ما كنتش بلعب عليها، بس انا كنت ايه حابب ان انا عشان اقدر اوريكم واتاكد يعني ان الحساب ان العملات وصلت لكل المنصات. فكنت بحاول ان انا ايه اسحب على كل المنصات. فزي ما انتم شايفين كده اهو، في الفاندنج هتروح جاي هنا انت رايح للسهمين اللي فوق هنا دول، تمام، في السبوت، وتعمل سيرش على عملة زو اهي اللي هي موجودة عندك، هتختارها. هيقول لك لسه فاضل 15 ساعة و44 دقيقة. طبعا هنا للأسف كيو كوين مش بيديك ان تقدر تعمل اي حاجة غير بعد ما الوقت يخلص. بس كده يا اصدقائي، ده كان شرح سريع كده ازاي تقدر تبيع عملاتك علشان بكرة ان شاء الله كلكم تبقوا مستعدين. اشوفكم بخير، مع السلامة.